وفريق من شرق اسيا. تاني على طول ليم يونغ واحمد بارمان يجرب حظه ويشوط من بين الاقدام والقدام، ولكن فاول لصالح نواف العابد، بل انذار منع. شوف خلاص الحكم ادار المباراه بسيكولوجيه خاصه. بدأ الشوط الأول بالتحذيرات، بدأ الشوط الأول بالتعليمات والإنذارات الشفوية. نهاية الشوط الأول مع دقيقة 44 بدأ ظهور أول إنذار في المباراة. دايما الحكام في المباريات الحساسة بيكونوا يعني حكماء قوي في تطليع الإنذارات بدري. جيان كأس عالم 2010، كأس عالم 2014، ولكن إلى ضربة المرمى. جيان بالمناسبة مع ساندرلاند الإنجليزي كان حاضر النجم الكبير وسجل 10 أهداف في 34 مباراة. جيان مع اودينيزي الإيطالي سجل 11 هدف في 38 مباراة. وإنك تسجل في الدوري الإيطالي 11 هدف مش أي حد، لكن أهدافه مع العين الموسم الماضي 29 هدف، الموسم اللي قبله 31 هدف، الموسم اللي قبله 21 هدف. جيان ماكينة أهداف لا تهدأ حتى الآن، هي في كامل الهدوء. ناصر الشمراني ينطلق انطلاقاته واختراقاته، يعدي ويمر. ناصر الشمراني عملها ناصر الشمراني يتقدم للهلال، عملها الزعيم. الله عليك، تسلم رجليك يا حبيبي. أي انطلاقة، أي اختراقة، يا لها من استفاقة، عملها الزعيم السعودي وتقدم ناصر الشمراني. ما سر الشمراني أنه ناصر الشمراني. ناصر يحمل لواء الدفاع والانتصار والتهديف، لاعب مخيف يسجل 8 أهداف في البطولة. من هنا كانت البداية، أي بداية ويا لها من نهاية. ناصر الشمراني يتقدم، يمر ويعدي ويفوت ويشوط وتوت. جمهورك يا هلال مبسوط. الله عليك يا ولد، ما فرحتش الهلال بس، بل فرحت كل البلد. ناصر الشمراني يتقدم 1-0. وأذكر أن الهلال أمام الفرق الإماراتية لا يخسر أبدا على ملعبه. 9 مباريات للهلال أمام الفرق الإماراتية، تعادل في 7 وفاز في 2 ولم يخسر ولا مرة. ولكن هذه التصويبة مرة بأقدام ناصر الشمراني. 1-0. الرياض بالفعل بالكامل بتتحرك. بص شوف ناصر الشمراني بيعمل ايه، بهدوء بثقة ثم تأني. أقدامه بعد ذلك تغني وتعزف لحن هلالي جديد. الأمة الهلالية سعيدة تماما بهدف، خاصة أن مرمى الهلال لم يتلقى أهداف، وهذا مهم في مباراة الذهاب والعودة. وأصبحت مهمة العين هي البحث عن التعويض، وإن لم يكن فالخسارة 1-0 تؤجل دائما وأبدا من سيكون بطلا في مجموع المباراتين في 30 من سبتمبر الحالي. سريعة وعالية فوق، ولكن إلى ضربة المرمى. إذن بعد ربع ساعة تفرح تماما جماهير نادي الهلال بهذا الهدف الخطير للمهاجم الخطير. قيمة كبيرة لناصر الشمراني الهداف السعودي الكبير. عدى ومر وفات وشاط. العارضة المرة دي تقف إلى جانب الهلال، العارضة هذه المرة تقف إلى جانب الهلال، العارضة هذه المرة لم تكن ضمن حزم المعارضة، بل العارضة تؤازر بالفعل. وفرحة سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال، وفرحة الهدف لأنه يعرف قيمة هذا الهدف، لأنه يلعب أمام فريق كبير، زعيم أمام زعيم، لقاء الزعامة، لقاء الكبار، لقاء من يفوز بهذه المواجهة مرشح للفوز باللقب. ثاني من جديد، لا ناصر الشمراني مالها غيره، هو بس الله عليك من تاني، تسلم رجليك. ناصر الشمراني يتقدم للهلال اللي أصبح آخر جمال، 2 هدفين في دقيقتين. حبيبي يا نور العين، سجلت في العين جونين،
بص شوف ناصر الشمراني بيعمل ايه، يتقدم بالهدف الثاني لتفرح تماما الامه العينويه وتصبح النتيجه 2-0. واحد من اهم مواليد منطقه الجزاء برضه هو نيفيز ينطلق ويتقدم، وناصر الشمراني بصوا شوفوا الانطلاقه، بصوا شوف من جديد، شوف الحركه من غير كوره، يا سلام يا سلام على عبد الله الزوري. بصوا شوف الحركه بتاعت عبد الله الزوري، ثم العرضيه الارضيه، وناصر الشمراني يسجل ثاني اهداف الهلال. اي انتصار، اي انتصار، اي عوده لمنصه الكبار. 12 سنه، 12 سنه البطوله مشتاقه اليك يا زعيم، البطوله اشتاقت اليك يا زعيم. فهد المفرج يستعيد ذكريات كونه لاعبا وهو الان مديرا للفريق ويفرح فرحه الكبار. ثلاثيه ولا ايه؟ ضربه جزاء ولا ايه؟ الهلال عمل اللي عليه. لا 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 لا، هذا عالم اخر، هذا توب اخر، هذا لقاء اخر، هذا كرت احمر يحدث لاول مره في المباراه. لا 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 لا، انقلبت الدنيا تماما. اي لحظات مجنونه، اي جنون. سجلنا هدف والثاني في انتظار ثالث جول، ضربه جزاء لصالح نادي الهلال. سبحان مغير الاحوال، سبحان مغير الاحوال، وكانه يوم ثاني فريق ثاني. الهلال قادم من عالم ثاني. جيتوا الدنيا ازاي ومنين انت جاي؟ انت اكيد من عالم ثاني، من عالم ثاني ملوش اثر. الرشيق الانيق نواف العابد وخالد عيسى وضربه جزاء وكرت احمر. وسيلعب نادي العين ب10 لاعبين. انقلبت الطاوله تماما على نادي العين. سبحان مغير الاحوال. تعامل الهلال بحكمه في الشوط الاول ولم يتهور ولم يندفع ولم يترك منطقه جزاؤه، بل حافظ عليها. الشوط الثاني بالانطلاقات، بالاختراقات، بالتمريرات، ثم ضربات الجزاء والكروت الحمراء تصدق على فرصه هدف ثالث للزعيم. 2-0 والثالث في الطريق ليثبت الهلال انه عائد من جديد لزعامه اسيا، الا اذا كان للعين. والمباراه راي اخر. خالد عيسى بياخد كارت احمر خالد، وبالتالي هيتغير حارس المرمى طبعا ويخرج احد اللاعبين. عبد الله الزوري صنع الهدف الثاني، هو اللي كان على وشك انه ما يشاركش بسبب الاصابه، لكنه يقدم مباراه كبيره. بينما الكبير عمر عبد الرحمن في الاداء وفي الشخصيه هو اللي بيهدم خالد. جماهير، طبيعي الجماهير في الامور اللي زي دي ممكن تستفز لاعب او تستثير لاعب والى اخره، لكن اعتقد ان الامور دي طبيعيه، وعلى خالد عيسى ان يكون هادئ. الشوط الاول عامل ماتش كويس والقائم والعارضه وقفوا معاه. الشوط الثاني اعتقد نادي الهلال نجح انه يقتحم منطقه الجزاء بفضل الشمراني ونيفيز وعبد الله زوري، واظهر الهلال، اظهر الزعيم السعودي قيمته وكفاءته وقدراته وامكانياته، وانه قادم هذا العام من اجل حصد اللقب الذي غاب عن قلعه الزعيم الهلالي على مدار 12 سنه. 12 سنه. العام الماضي خرج من دور 16 امام الاخويه، العام اللي قبله خرج من دور الثمانيه، 2011 خرج من دور 16، 2010 خرج من نصف النهائي امام زبهان، في 2009 خرج من دور 16، في 2007 خرج الهلال من دور الثمانيه، في 2006 المجموعات، 2004 المجموعات وتبديل. تبديل للعين، هينزل داود سليمان وهيخرج كوكو، هيضحي بكوكو وينزل سليمان داود. سليمان داود بيضحي بكوكو طبعا كلاعب وسط مهاجم، لان طارد خالد عيسى لعيبه يلعب 10، الفريق يلعب 10 لاعبين بالوقت المتبقي. ونيفيز في طريقه لاحراز هدف ثالث لنادي الهلال يفرق كتير قوي قوي قوي. لم يخسر الهلال امام اي فريق اماراتي في السعوديه، لم يخسر ابدا. تعادل في 7 وفاز في 2. بينما الهلال العين لم يفز على اي فريق سعودي في السعوديه. نيفيز يتصدى ويعيد الامل من جديد. سليمان داود يمنع نيفيز من توسيع الفارق الى 3 اهداف، من توسيع الفارق الى 3 اهداف.
حارس مرمى ينزل بديل يتصدى لضربة جزاء من لاعب عظيم بحجم نيفيز تدي معنويات كثيرة جدا جدا جدا. ولو أبقى العين النتيجة على 2-0 تبقى مباراة العودة أيضا معلقة في النتيجة، لكن لو 3-0 تفرق كتير جدا جدا جدا. ليبقى السؤال القادم، هل المرحلة القادمة نادي العين هيفكر في التسجيل أم سيبحث عن الحفاظ عن أهدافه، الحفاظ على الشباك؟ ادي سليمان داوود 10 لاعبين من الدقيقة 68 هيلعب نادي العين ضد نادي الهلال. تاريخيا لم يخسر الهلال في الرياض امام الانديه الاماراتيه، وكذلك العين لعب 8 مباريات في السعوديه ضد الفرق السعوديه، خسر في 7، فاز مره واحده فقط كانت على الاتحاد السعودي في دور ربع النهائي 3-1 فقط، هو الفوز الوحيد لنادي العين على فرق سعوديه في السعوديه. هذه الكره العرضيه وفارس جمعه والتدخل من ثاني من جديد، ثاني القوه. لا 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 لا، ما هذا يا هلال، ما هذا يا هلال؟ عملها نيفيز، عملها نيفيز. ليله الهلال، نعم نعم، ليله يكتمل فيها الهلال اكتمالا. ضاعت ضربه جزاء ولكن لم يضع فرصه احراز هدف ثالث، فنجح نيفيز في ان يسجلها تاريخيا، نعم يسجلها تاريخيا لينتصر الهلال على العين بالثلاثة. وسبحان مغير الأحوال، سبحان مغير الأحوال، انطلاقات واختراقات، أي مهارات، أي قوة، أي إصرار، صاعدين من جديد إلى منصة الكبار. هذا هو الشعار. نواف العابد، ثاني نصر الشمراني، ثم نيفيز بشماله، يا جماله يا جماله، نيفيز بشماله من ثاني حطها 3-0. 3-0. زلزال، زلزال الهلال، زلزال هلالي كبير جدا جدا جدا، بحركة، بسرعة، بجماعية، بإيجابية. الهلال يقدم أجمل كرة حقيقية وجمالية. شوط ثاني مثالي لزعيم آسيا، لزعيم آسيا. الله 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 الله، رقصة برازيلي ليس فقط بل يحرصون عن الرابع. الهلاليون لا يشبعون، لا يتوقفون، ولكن على طول سليمان داوود يتصدى. لو بإيدي لكنت عملت وقت مستقطع لنادي العين ليعيد اتزانه، ولو بإيدي لمنعت أي توقف للعب ليستمر الهلال في إبداعاته وفي تهديفاته، ولكن ضربة ركنية من جديد. الله 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 الله. بصوا شوف نصر الشمراني، هو ده مكانه، هي دي قيمته، هو ده ستايله. تراجع رهيب، تراجع رهيب في أداء نادي العين، بدنيا، تنظيميا، أكيد ذهنيا، وبالتالي فنيا. العين لم يحضر في الشوط الثاني، بينما الهلال يقدم واحدة من أجمل لحظاته في دوري أبطال آسيا، ويسجل 3 أهداف ويضيع ضربة جزاء في 25 دقيقة. ثاني من جديد، سعود كريري، مكسب كبير جدا الحقيقة